ده حاطين فيها بوم. النهارده هنجرب كل اطعمه سينا كولا، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انا عمري ما دقت سينا كولا بس بسمع عنها كل خير. المهم يا سيدي، احنا اول ما عملنا المقاطعه شركه سينا كولا اعلنت وقالت اللي هي هتغير حاجات والطعم هيبقى مختلف عن زمان، واحنا دورنا في الوقت الحالي ان احنا ندعمها. فالمفروض النهارده اللي احنا معانا 5 اطعمه من سينا كولا بعد التجديد. معانا كولا ومعانا ليمون ومعانا برتقان ومعانا تفاح، والحاجه اللي صدمتني بقى ان هم عاملين شعير بطعم الاناناس. انا متفائل. نبدا بايه؟ انا ما اعرفش، انا محتار ولا خايف انا مش قادر احدد. نبدا بالليمون. نصب يا باشا ونشوف. انا شايف ان الصودا عاليه، يلا نقول بسم الله وندوق. بسم الله. طب والله حلو. لا اما الناس بتأفور لا اما هم فعلا غيروا الطعم. الصودا حلوه ممكن تكون بتطير بسرعه، طعم الليمون حلو وواضح، والصودا طبق الاصل من 7 اب، بس دي مسكره سيكا. عارفين يا جماعه طعم السيفن الدايت؟ انا بحسها اللي هي بتبقى مسكره عن العاديه، نفس الاحساس انا حاسه هنا. والله حلوه. لو انا هقارنها بينها وبين البيك كولا اللي انا دقتها دي احلى بكتير. وبالنسبه للسعر اللتر عامل 10 جنيه، يعني الازازه دي بتمن كان زي البيبسي، والاسعار كلها 10 جنيه. انا والله ما كنت متخيل الطعم هيبقى كده. مش دي اللي كنتوا بتتريقوا عليها زمان؟ دلوقتي بقت البريمو. البرتقال. نصب يا باشا ونشوف. بسم الله. طعم البرتقال مختلف عن اي طعم برتقال انت ممكن تدوقه في حياتك، ولا منها فانتا ولا منها مريندا ولا منها عصير. في طعم كده وانا صغير كنت باكله في لوليتا او ملبس حاجه زي كده. هو ممكن يبقى ليه ناسه، بس هو بالنسبه لي ما جاش معايا سكه الصراحه. بس برضه هندعمهم ونشجعهم ونفضل في ظهرهم لغايه ما يحسنوا الطعم ده شويه. نشوف التفاح. ده حاطين فيها بوم، فيها كميه صودا يا جماعه غريبه والله. نصب يا باشا ونشوف. هو الصراحة أحلى حاجة في المشروب ده هي الصودا، اللي بيخلينا أشرب المشروبات اللي إحنا مقاطعينها دي، بسبب إن أنا بحب الصودا العالية اللي هي بترزع في الزور دي، فالإحساس ده أنا حسيته هنا، فده في حد ذاته نص النجاح. يلا ندوق التفاح. بسم الله. والله الشركة دي عملت حاجة، لأن استحالة كل الناس اللي بتتكلم بالسلب عليهم بتتكلم على الطعم ده. الشركة أكيد غيرت حاجة أو هم كانوا بيأفوروا. دي مرندة تفاح أخضر بس نوع السكر مختلف، يعني الصودا موجودة، طعم التفاح فيها حلو قوي، السكر بقى اللي فيها نفس طعم السكر الدايت. الصراحة عاش جدا، أنا ما كنتش متخيل كده والله. أنا كنت بحسب إن أنا هفضل أصيح لا بس الطعم صدمني والله. الكولا أنا بقى كل خوفي من دي. نشوف إيه الكلام يا باشا. بسم الله. إيه ده؟ دي بقى بيبسي دايت. انا حاسس ان هم معبينها بيبسي دايت. الصودا عاليه قوي ودي اكتر حاجه مكيفاني فيها. طعم الكولا ممكن يبقى خفيف شويه ومسكره. انا والله العظيم منبهر. انا حاسس ان هم لموا كل البيبسي دايت اللي في السوق وهم مفضيينها في الاساس بتاعتهم. نخش على الاناناس. يا لهوي ايه ده؟ دي بتفرقع. نشوف يا باشا ايه الكلام. بسم الله. هي فيروز بس على خفيف قوي. الصودا هنا قليله قوي، الشعير قليل، طعم الاناناس هنا حلو وواضح، وبرضه نفس الاحساس بتاع السكر الدايت انا ضايقه هنا. كل الناس اللي بتشرب دايت ومتعوده عليه لو ضايقت الاطعمه دي هتاكد على كلامي ده وهيدمنوه والله. بس لو عايزين تعرفوا ذوقي انا الاتنين دول انا هطلعهم بره. طيب انا بقى لو جيت ارتب الثلاثه دول هيبقى بالنسبه لي الكولا وبعد كده الليمون وبعد كده التفاح. الكولا بالنسبه لي احسن واحده عشان هي مش سينا كولا، دي بيبسي دايت. البرتقال ده بقى اللي لازم يشتغلوا عليه شويه او شويتين. وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو انتوا دقتوا سينا كولا بعد التجديد قولوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.